ان هو فعلا محفز جنسي قوي جدا بالنسبه للحمام بتاعنا، وبيساعد فعلا على عمليه الاخصاب، بيعمل على تنشيط المبيض، بيعمل على تطهير الجهاز التناسلي. بعد كده ان شاء الله بنلاقي في بيض وفي انتاج. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة دايما يا رب. ان شاء الله النهارده هنقدم حاجة مهمة جدا هتساعدنا في زيادة الانتاج. الحاجات اللي انا دايما اتكلم عليها اللي هي بتحسن مستوى الانتاج بتاعنا ان شاء الله باذن الله. دي من اهم الجرعات اللي انا بقدمها للحمام بتاعنا، ومش هتكلفنا كتير، هتكلفنا مبالغ قليلة جدا باذن الله. هتحل جميع مشاكل الانتاج عندك. لو الحمام عندك متوقف في الانتاج، الحمام عندك ما بيبيضش، خصوبة الذكر مش كويسة، وزن الزغاليل بيطلع مش كويس، باذن الله الحاجة دي سهلة وبسيطة جدا. لو جبتها مش هتكلفك حوالي 10 جنيه او 5 جنيه بس. ممكن تقدمها على الكلفة بالطريقة اللي احنا هنشوفها دلوقتي مع بعض باذن الله، وهنشرحها نقطة نقطة، والفوائد بتاعتها هنتكلم عليها. فان شاء الله النهارده هنتكلم على بذور الفجل اللي ليها اهمية كبيرة جدا وقيمة غذائية عالية جدا، لانها تحتوي على عناصر هامة جدا ومضادات اكسدة وسعرات حرارية. السعرات الحرارية اللي هي بتساعد الحمام بتاعنا على الحيوية والنشاط. الفجل كمان بيحتوي على البروتينات والفيتامينات، فيتامين أ وفيتامين سي اللي هو من أهم الفيتامينات اللي أنا بحتاجها للحمام بتاعنا. فيها مغنيسيوم، فيها بوتاسيوم، تحتوي على حمض البوليك والزنك والصوديوم، فوسفور، حديد، كالسيوم. الكالسيوم اللي هو مهم جدا جدا للإناث، اللي بيساعد على زيادة الإنتاج. بذور الفجل كمان لها ألياف وأملاح معدنية تساعد أيضا بذور الفجل على زيادة الخصوبة بالنسبة للحمام بتاعنا والقدرة الجنسية. يعني مش هحتاج سيلينيوم، مش هحتاج طبعا السيلينيوم اللي أنا بشتريه اللي هو اليومين دول خاصة يا جماعة. السيلينيوم بنلاقيه مضروب. الفجل صدقني أو بذور الفجل هتحسن من مستوى الخصوبة بتاعت الحمام بتاعنا، هتحل جميع مشاكل الخصوبة. البيض الرايق، البيض اللي هو غير مخصب، او البيضة المخصبة والبيضة الغير مخصبة، كل مشاكل الانتاج دي باذن الله لما نقدم بذور الفجل هتنتهي تماما. كمان بيعمل على خفض نسبة الكوليسترول في الدم، وبيعمل على حرق الدهون اللي هي بتبقى عند المبيض بتاع الناس، اللي هي بتعمل تليس على المبيض نتيجة تأكلنا للذرة الصفراء او العيش. خاصة بقى ان احنا اليومين دول الدنيا غالية معانا والكلفة غالية معانا، فبنبتدي نزود الكلفة بتاعتنا بالعيش. وده طبعا بعد الناس بدأت تعمل الموضوع ده، او الناس اللي هي متعودة تأكل اعلاف ذرة صفراء بس. ده برضو بيبقى فيه تليس على المبيض. الفجل لو قدمناه على الكلفة او قدمناه في العليقة بتاعتنا هيحل جميع مشاكل الخصوبة، ويعمل حرق للدهون اللي هي بتبقى زايدة عند الحمام بتاعنا، وخاصة على مبيض الإناث. كمان بيزيد من قوة الجهاز المناعة اللي احنا بنحتاجها خاصة في الأيام دي. تغيير الفصول وبعضها بيحصل حالات الروشة. كمان المناعة مهمة جدا جدا، عشان احنا في توقيت بيبقى منتشر فيه الجدري. لو مناعة فرد الحمام بتاعنا قوية هيعمل كحائط صد ضد أي أمراض، إذا كانت أمراض فيروسية، أمراض بكتيرية اللي هي بتصيب الحمام بتاعنا في فصل الصيف أو في فصل الشتاء. الروشة، الاسهالات، السالمونيلا، الجدري، الحاجات دي كلها هتنتهي عندنا تماما لما بنهتم بحاجه زي كده. ومن اهم مميزات بذور الفجل انها بتعمل على علاج الامراض الجلديه اللي هي زي الجدري، اللي احنا كلنا طبعا بنشتكي منه في التوقيت ده، توقيت فصل الصيف. لو قدمنا بذور الفجل صدقني هتعالج دي الجدري، وهينتهي عندنا تماما لو استمرينا في تقديم بذور الفجل. ويساعد كمان على تحسين عملية التبويض لدى الإناث لاحتوائه على هرمون الاستروجين اللي هو بيعمل على تحسين المبيض بتاع الإناث. فبالتالي هيفضل عندي الإنتاج مستمر، النوتي هتفضل شغالة، والذكورة هتخصب كويس، هتزود وزن الزغاليل بتاعتنا، هتعمل حيوية ونشاط للحمام بتاعنا. شوف بذور الفجل فيها فوائد عظيمة قد إيه. عشان كده لازم نهتم بحاجات بسيطة جدا وسهلة للحمام بتاعنا. صدقني هتعالج جميع مشاكل الحمام بتاعنا، مش هنحتاج لأي أدوية وأي تحصينات في الفترة اللي جاية. صدقني لو اهتمينا بالحاجات السهلة والبسيطة دي هتحل جميع مشاكل الإنتاج عندك، هتحسن من مستوى الخصوبة، هتحسن من مستوى الفرخ بتاعك. منشط قوي جدا للجسم، يعني هتلاقي الحمام بتاعنا في حالة نشاط وحيوية باستمرار، مش هتلاقي في تكاسل عند الحمام بتاعنا لما نقدم الكلفة بتاعتنا أو نقدم الأكل بتاعنا. ساعات بنلاقي في حالة خمول بالنسبة للحمام بتاعنا، دي كلها هتنتهي تماما لما نقدم بذور الفجل، لأنه يعتبر كمان من المضادات الحيوية الطبيعية جدا، بتمنع أي أمراض بكتيرية داخل معدة فرد الحمام بتاعنا أو داخل الحوصلة اللي هي بيتسبب بسببها الكنكر، الاسهالات. الحاجات دي كلها هتنتهي لما اقدم بذور الفجل بتاعتنا. لو قدمناها
عملناها بالطريقه اللي احنا هنقولها دلوقتي. هي معلقه واحده بس يا جماعه على كل 5 كيلو كلفه، هتلاقي نتيجه هايله جدا جدا. لو استمريت عليها باذن الله هتحسن من مستوى الخصوبه عندك زي ما احنا قلنا، هتحسن من مستوى الانتاج. النوتي هتبقى شغاله باستمرار. لو النوتي عطال او نوتي مريحه صدقني هتبدا تشتغل في الانتاج بتاعنا. الزغاليل بتاعتك هتطلع صحتها كويسه، الحمام هيبقى في حاله حيوي ونشاط زي ما احنا قلنا كده في الفيديو. اسف جدا على الاطاله في الفيديو، يا رب كده اكون قدرت اقدم ماده مفيده لحضراتكم. ما تنسوناش بقى في نهايه الفيديو باللايك والشير واشتراك في القناه، ويا ريت تفعل زر الجرس لتصلك كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.